السلام عليكم متتبعي الاوفياء ديال كيما كوثر، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نشارك معكم المسمن ساهل ماهل وبطريقه زوينه باش يجيبكم هكايا فيه بزاف ديال الوريقات. تبعوا الفيديو الاخير، هذا المسمن هذا راه يستحق التجربه. خوتي وخواتاتي اللي اول مره كتشوفوا القناه ديالنا فالف مرحبا بكم، تابوناو وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد ديالنا. شجعنا باللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتخليو في الحق ديالنا وعلى الدعم ديالكم المستمر. جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم، الله يسهل عليكم، الله يوفي لكم ما في خاطركم. دابا ان شاء الله غنبداو المقادير وطريقه التحضير كيف في نفس الوقت باش ما يجيناش الفيديو طويل. بالنسبه للعبر انا كنعبروا بهاد الزلافه هذه اللي كتهز لينا رابعه، او نعبروا باي زلافه عندكم ماشي مشكل نهائيا. كما شفتوا معايا درت 3 زلافات ديال الفورس ودرت زلافه مع مرش ديال الفينو. غنخلطهم مزيان مزيان بحال هكا، يعني نخلطوا هاد النواشف هادو ينسجموا لينا مع بعضياتهم. وغنزيد هنا المليحه اللي كتبقى على حسب الذوق ديالكم، دائما الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. زدت هنا معلقه ديال السكر سنيده، تقدروا ديروها ديال العسل اولا تقدروا ما ديروهاش نهائيا. زدت هنا زلافه ديال المدافي، عندي هنا زلافه ديال المدافي، وغنزيد زلافه واحده اخرى ديال الماء عادي بارد من الروبيني، يعني على حسب الجو هكا اللي كاين. الا كان الجو بارد كنعجنوا بالماء دافي، اما الا كان الجو سخون كنعجنوا بالماء عادي من الروبيني. صافي، وغنبدا ندخل هكايا الماء في هذا الطحين هذا شويه بشويه، ما كنكبوش الماء في خطره واحده، غير شويه بشويه، وحنا كندخلوه هكايا في هذا الطحين هذا حتى كتولي لينا عجينه. بالنسبه للماء هزات ليا زلافه عامره وزلافه لاروب ديال الماء، زلافه عامره وزلافه لاروب ديال الماء. وماشي دائما غيهز لكم هكا نفس القياس اللي هز ليا انا، كيبقى دائما على حساب الطحين. بعض المرات كنطيحوا في الطحين كيتشرب الماء كثر، بعض المرات لا. هذا علاش كنقول لكم دائما كنعطيكم الماء بالعبار، لكن عجنوا هكايا وديروا عينيكم ميزانكم، شوفوا العجينه ديالكم كتكون ما قاصحاش بزاف وما رطباش بزاف. صافي هنايا غنعجن ندخل هكايا الكميه الكافيه في العجين ديالي. وهذا المسمن هذا على فكره ما غندلكوه ما حتى شي حاجه، غنعطيوه الوقت ديالو ديال الراحه فقط. اما اللي ما عندهاش الوقت وبغات هكا يدلكو فهاديك الساعات كدلكو ضروري. اما الا كان عندك الوقت ما تدلكيهش نهائيا. انا هنا ما دلكتو حتى شي حاجه، كما شفتوا معايا قطعته من الطحين فقط وباقي فيه هكا شي شويه ديال الطحين، يعني ديك الطحين ما انسجمش ليا مزيان. صافي وغطيته هنايا وغنخليه ساعه ونص ديال الوقت، يعني عندي ما يتقضى غنمشي نقضيه ونخليه يرتاح على خاطره. ملي رجعت ليه لقيته بهذا القوام هذا، لقيته مرتاح وبحال كما كنقولوا دلك راسو براسو. دهنت يدي هنايا بشي شويه ديال الزيت فقط كيف ما وضح هنا في الفيديو، غير باش ما يبقاش تلصق ليا هكايا في يدي. صافي وكنجمعو بحال هكا كيف ما وضح هنايا في الفيديو. هنا غير غنجمعو غندوز نقطعو مباشره، يعني نقرصوه ما خليتوش هكا يرتاح. فإلا كان عندكم الوقت خليوه يرتاح على الاقل هكا واحد 5 ديال الدقائق، عاد رجعوا وقرصوه. فانا هنا غير جمعته بحال هكا ودزت بديت هكا كنقطع فيه، يعني كنقرصو. صافي هنا نبدا نقرص بحال هكا. انا غنقرص هاد الكويرات هادو غنحطهم هنايا غير في هاد القصريه هادي. من بعد غنرجو ماكي الصينيه، لكن هنايا كنت كنكور هكايا في الكويرات كبار بانوا ليا كبار، رجعت نقص منهم هكا واحد شويه، عاد حطيتهم في الصينيه من حيث انا كنت بغيتهم هكايا غير مسمنات صغيورين كيف ما شفتوا معايا هكايا في البدايه ديال الفيديو. بالنسبه لكم نتوما كيبقى لكم الاختيار، كيبقى دائما على حسب الذوق ديالكم نتوما. الا بغيتوهم كبار كتخليوهم كبار، بغيتوهم صغيورين كديروهم صغيورين، بغيتوهم موين كديروهم موين، يعني على حسب الرغبه ديالكم نتوما. بالنسبه للكبور هذاك ماشي اشكال، يعني عادي كل واحد كيدير هذاك الشيء اللي بغا. الا خليتو هكا العجينه ديالكم ترتاح واحد شويه ما بقاش تلصق لكم في يديكم نهائيا، فانا مباشره هكايا بعد ما يعني خلطتها كما شفتوا معايا خليتها ارتاحت ساعه ونص، رجعت ليها غير حركتها وبديت كنقرص فيها. فمن الاحسن كيخليوها ترتاح حتى واحد 5 ديال الدقائق باش طواعكم كيف تقراص ما تبقاش تلصق لكم في يديكم نهائيا الا خليتوها ارتاحت. صافي هنا نكمل هكايا الكميه كامله بالتقراص كيف ما وضح هنا في الفيديو. المهم الفيديو كيوضح لكم كل شيء، اما الا كانت شي حاجه ما وضحاش فالف مرحبا بالتعاليق ديالكم وحنا ان شاء الله غنجاوبوكم. هنايا من بعد ما ساليتو بالتقراص دوزت هكايا وكندهنو بالزيت، ندهنهم كاملين هكايا بالزيت باش ما يلصقوش ليا في هذيك البلاستيكه اللي غنغطيهم بها وما يديروش ليا القروشه من الفوق. ضروري هكا مشي شويه ديال الزويته من الفوق، يعني شي شويه ما كنكثرش، ندير هكايا شي شويه في يديا كندوز عليهم كاملين هكايا كندهنهم.
وندهنهم هنايا ونغطيهم بالبلاستيكه ونخليهم يرتاحوا ليا على الاقل هكايا واحد 10 ديال الدقائق، يعني حتى نشوفوا هكايا العجينه ديالنا مطاوعانه ونقدروا هكا نطلقوها. وعاد ديك الساعات نرجع معكم هكايا باش نطرقوا هكا العجينه ديالنا. لكن ضروري غطيو العجينه ديالكم بالبلاستيكه باش ما ديرش لكم القروشه من الفوق وكتزيد ترتاح اكثر. بالنسبه للخلطه هكايا اللي غنطلق بها هذه المره، عندي الزبده ما مذوباش كيف ما كتشوفوا في هذاك الزلافه، يعني واحد 2 معالق كبار والباقي ديال الزيت. اما بالنسبه هكايا للفينو ديروا واحد 4 المعالق حتى ل 5 المعالق ديال الفينو، يعني على حسب الكميه المسمن اللي عندنا. وزيت هنا واحد المعلقه ديال النشا اولا ديال الفورص، بحال ما كاينش الفرق. خلطتهم خليتهم على جنب. اللي بغات دير الخماره ديرها، فانا ما درتش الخماره نهائيا لا في العجينه ولا في التورق، نهائيا ما درتش العجينه كما شفتوا معايا وتبعتوا معايا. المقادير اللي درت قدامكم راه هي هذيك. صافي هنايا تكون الزبده كي قلت لكم بدرجه حراره المطبخ، نديرها مع الزيت ونحركها واحد شويه مزيان باش كتولي ليا لينه على هذا الشكل هذا، باش نقدر هكا نفرق بها المسمن ديالي. صافي نحطها على جنب وندوز ندهن هنايا الرخامه فين غنخدم ولا الطابله فين نخدم، المهم على حسب فاش غتخدموا نتوما. دهنوها شويه ديال الزيت، غير الزيت عادي بوحدو. صافي وكتحطوا هكا المسمن ديالكم، يعني العجينه ديالكم، وكتبداو تورقوا فيها. كتورقوا غير بحال هكا كيف ما واضح في الفيديو. الا شفتوا يديكم هكا ناشفه من الزيت، دهنوا يديكم بالزيت، من حيت الا كانت يديكم ناشفه من الزيت راه تقطع لكم العجينه. صافي وكنبقى نجر في العجينه بحال غير كنملس عليها، يعني كنجرها غير بالكف ديال يديا. المهم الفيديو كيوضح لكم كل شيء. الا كانت شي حاجه ما واضحاش فالف مرحبا بالتعاليق ديالكم، وحنا ان شاء الله نجاوبوكم. نبقى نجر عجينتي مزيان بحال هكا كيف ما واضح في الفيديو، ونجبدها من جهه لجهه حتى كتجبد وتولي هكا ديك الرخامه باينه كيما شفتوا معايا. المسمن في البدايه ديال الفيديو كان مورق، كيما شفتوا معايا هنايا حيت طلقت العجينه مزيان وورقتها مزيان. بعد ما ورقتها رشيت شويه من داك الزبده والزيت اللي عندي مخلطين، نزيد شويه من داك الفينو والفرص اولا النشا. صافي وكنطوي للنص، كنطوي غير للنص بحال هكايا، ونعاود نطوي الجهه الاخرى حتى هي للنص، يعني ما كنديرهاش فوق خاتها. باش يجينا هكا المسمن فيه بزاف ديال الوريقات نديرو هاد الطريقه هذه. صافي وكنبقى نوصل كل جهه هكايا كنوصلها شي شويه. صافي مره اخرى كنزيد تما شويه ديال الخلطه ديال الزيت والزبده، نزيد شويه ديال الفينو والفرص ونطوي حتى هنايا. نحاول هكا نقاد العجينه ديالي ونزيد شويه من داك الخلطه. المهم فين ما نبغيو نطويو كنزيدو هكا الزبده والزيت باش كتفرق لينا هذاك العجينه، يجينا المسمن مفروق ومورق، ما يجيناش هكا لاصق على بعضياتهم. زدت هنا شويه ديال الزبده والزيت كما قلت لكم، شويه ديال الفينو مع الفرصه. صافي كنطوي بحال هكاك انا غدا وكنطوي حتى كنوصل للاخر. صافي ونحطها، شوفوا تبارك الله ما شاء الله الفقاعات المسمن كله مورق هكايا وزوين. نحطها على جنب ترتاح حتى غنكمل النص ديال الكميه ديال المسمن اللي عندي. هاد ديك الساعات ندور باش نطيب. ديك الساعات انا كنطيب وانا كنصاوب المسمن ديالي في نفس الوقت. مشيو معايا هنايا درت شويه ديال المسمن فوق هذيك الرخامه وبديت كنطلق. نحاول نطلق ودائما نركز على الوسط والجوانب حتى هما باش ما يبقاوش ليا غلاض. الا خليناهم غلاض يجونا هكا غلاض في التورق، ما يجيناش المسمن ديالنا مورق. كنستمر بحال هكا كيف ما وضحنا في الفيديو كنجار. المهم الفيديو كيوضح لكم كل شيء. كنجر هكا فين ما تبان ليا شي بلاصه غليظه كنجرها. من بعد ما كنطلق العجينه ديالي مزيان نرش شويه من الزبده والزيت، غير شي شويه ما نكثروش، ونرش شويه ديال الفينو اللي معاه الفورس اولا النشا كما قلت لكم. صافي نطوي بحال هكا للنص، نعاود نهز الجهه الاخرى ونطويها حتى هي للنص. واخا تقطع لكم هنا العجينه ماشي مشكل حيت كنورقوها بزاف. واخا تقطع لكم شويه راه ما يوقع حتى شي حاجه. نفرق بداك الخلطه ديال الزبده والزيت، نعاود نزيد الفينو ونطوي عليها بحال هكا. من بعد ما نطوي نقاد هكا العجينه ديالي وندهنها حتى هنايا ونزيد شويه ديال الفينو. صافي ديك الساعات غنبدا نطوي في العجينه ديالي. انا غدا انا كنطوي غير بحال هكايا، كنطوي وكنقاد ليها هكايا فين غتجيني العجينه ديالي بحال هكا. المهم الفيديو كيوضح لكم كلشي كيف ما قلت لكم. غادا بحال هكا وانا كنطوي، من حيت هذا فاش كنطوي بحال هكا المسمن ديالنا كيجينا فيه بزاف هكا ديال الوريقات كيجي مورق. صافي ونحط هكايا المسمنه ديالي على جنب. مره اخرى باقي غنزيد نكمل معكم، من حيت كاين شحال ديال البنات كيقولوا لي لا كنبقاو نديروا الفيديو ونعاودوه هذا علاش زيت معكم هكايا باش كلشي هكا يستافد ويكون كلشي واضح لكم.
كمل بحال هكا كيف ما واضح هنا في الفيديو. نطلق هكايا العجينه ديالي مزيان، نزيد الزبده والزيت الفينو اللي معاه النشا اولا الفورص بحال ما كاينش الفرق. نطوي للنص، نطوي الجهه الاخرى حتى هي للنص، ندير الزبده نزيد الفينو ونطوي. صافي حتى هنا غنزيد الزبده والفينو ونبقى غدا وانا كنطوي حتى كنوصل للراس. صافي كنجمع المسمنه ديالي وكنحطها على جنب. كنستمر معكم وغدا بنفس الطريقه. المهم الا بغيتو المسمن ديالكم يجيكم مورق، تبعوا نفس المقادير نفس الطريقه اللي عطيتكم، نفس كل شيء. وعلى فكره راني حاطه لكم بزاف ديال المسمن وبزاف ديال الملوي وكلهم ناجحين مليون في المية، ماشي 100%. هكايا وبطريقات بساط وطرق بساط ومقادير مختلفه، كلهم جاو خطيرين بزاف. رجعوا للقناه وغتلقاو بزاف هكا ديال الفيديوهات وغيعجبكم ان شاء الله. صافي هنايا اخر وحده هكا كنزيد معكم باش ندوزو باش نطيبو. هذا هو المسمن ديالي، هذا النص فيه درتو بحال هكا حطيته على جنب. دابا غنبدا نطيب في نفس الوقت وانا كنطلق. صافي هنا كنبدا من اول وحده درت باش كتكون ارتاحت ليا وشبعت راحه. صافي وغنبدا نطيب فيها بحال هكا كيف ما واضح هنايا في الفيديو. نشدها بحال هكا ونضغط عليها مزيان، يعني نضرب عليها مزيان. وديك الساعات الا كان فيها الزيت قليل والزبده كنزيدو ندهنوها بشويه ديال الزبده والزيت وعاد نحطوها في المقله. كنفت فيها الكميه الكافيه صافي ما كندهنوهاش، كنهزوها غير هكاك وكنحطوها في المقله. نعاود معكم وحده اخرى كيف ما واضح هنا في الفيديو. بالنسبه هنا للتقراص قرصوه نتوما على حسب الذوق ديالكم. بغيتو مسمن رقيق بزاف كتقرصوه مزيان، بغيتوه شويه غليظ هكا يبقاو لكم ديك الوريقات شويه فيه كتخليوها شويه غليظ. صافي كنحطها مباشره بحال هكا في المقله. كنخليها تشد راسها وكنقلبها على الجهه الاخرى. وهذيك الساعات كنبقى حتى هنايا فاش كنقلبها كنخليها غير تشد راسها. صافي كنبقى نقلبها من جهه لجهه حتى كطيب وتحمر وكنحيدها. شوفوا هنايا المسمن كيتنفخ في المقله وكيجي كله مراق، يعني المسمن نجح مليون في المية ماشي 100%. نبقى نقلب فيها من جهه لجهه، يعني نقلب ونشقلب صافي حتى كطيب وتحمر ونحيدها وندير وحده اخرى. هنايا كيبان لكم المسمن باقي في المقله وكيبان لكم راه مورق، يعني الوريقات ديالو كلهم هكا كيبانوا لكم مرهف. هانتوما المسمن كله كيتنفخ هكايا في المقله وكنزيدو نورقوا عليه هكايا بديك السباتولا وكيزيد يتنفخ اكثر وكيزيد هكا يتحمر من جميع الجوانب كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للعافيه هنايا كتكون ما منقصاش بزاف وما مجهداش بزاف، يعني العافيه كتكون متوسطه. الا جهدنا العافيه بزاف تحرق لينا المسمن ديالنا وتخطف ليه اللون، والا نقصناها بزاف غيجينا المسمن هكايا قاصح وغيتعطل لينا في الطياب. هانتوما بقاو مستمره بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال المسمن. غير بحال هكا وانا كنقلب فيه من جهه لجهه وهو كيتنفخ، ونعاونو هكايا بديك السباتولا باش كيزيد يتحمر هكايا من جميع الجوانب وكيتنفخ اكثر في المقله وكيجيو الوريقات ديالو معزولين في المقله كيف ما واضح هنايا في الفيديو. المهم الفيديو راه كيوضح لكم كل شيء. اما الا كانت شي حاجه هكايا بغيتو تسولوا عليها فمرحبا، حنا ان شاء الله غنجاوبوكم. صافي هنايا نبقى مستمره هكايا في الطياب ديال المسمن ديالي كما قلت لكم بنفس الطريقه. الا شفتوا المسمن ديالكم فيه الزيت الكافي بلا ما ديروا الزيت كتحطوه هكاك مباشره في المقله. شفتوه نقصوا الزيت ما فيهش الزيت، كدهنوا المسمنه ديالكم وتحطوها في المقله ومني كطيب وتحمر من التحت كتعاودوا دهنوها هكايا من الفوق وتعاودوا تقلبوها وتخليوها طيب على خاطرها حتى كتكملوا هكايا الكميه كامله اللي عندكم. كتستمروا بنفس الطريقه. المهم الطريقه سهله وبسيطه، لكن المسمن زوين بزاف. حتى المقادير اقتصاديه كما شفتوا معايا، ما دايرين حتى شي اضافات. حتى الخميره ما دايرينهاش نهائيا. والمسمن فاش كيبرد ويعاود يتسخن كيجي مقرمش وكيجي زوين بزاف بزاف. غتبعوا هذه الطريقه هذه ان شاء الله غتعجبكم. وشكرا بزاف بزاف للبنات اللي جربوا المسمن ديالي من قبل والملاوي والحرشه والكيكات. المهم جربوا بزاف ديال الوصفات ديالي ورجعوا للتعاليق وكتبوا لي بانهم الوصفات كلهم هكايا نجحوا ليهم. فشكرا لكم بزاف بزاف. ما كرهتش حتى نتوما اللي جربت هكايا من الوصفات ديالنا اي وصفه جربتي ترجعي للتعاليق وتخلينا النتيجه هكايا كيفاش جاتكم. حتى البنات هكا ديك الساعات كيتشجعوا يزيدوا يجربوا هكايا الوصفات ديالنا بلا ما يخافوا. صافي هذا هو المسمن ديالي من بعد ما كملته بالطياب. هانتوما هذه هي النتيجه ديالو، كيجي مرخرخ
وفي نفس الوقت مقرمش. نتوما كنجمعوا في يدي بحال هكا كيتجمع، كون محدايا الصداع كون راه سمعتكم كالصوت ديال التقرميشه. كما قلت لكم كيجي مقرمش لكن في نفس الوقت رطب، كيجي زوين بزاف بزاف. هذا المسمن هذا غير جربوه على حسابي، راه يستحق التجربه، كيجي خطير بزاف كما قلت لكم. خوتي خواتاتي غير ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم، اللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء والتعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا لكم مره اخرى على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو في الحق ديالنا، جزاكم الله خيرا. واللي باقيين ما مابونيينش في القناه ابوناو وفعلوا الجرس باش هكا فين ما نحط شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين. شوفوا هنايا النتيجه راه خطيره بزاف، كتبان لكم المسمن مورق مليون في المية ماشي 100%. وهنا الفيديو ديالنا كيكون وصل للنهايه ديالو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. تلقاو فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.